طلالت فنانين العراق بمهرجان الهلال الذهبي. ونبدي بأول وحدة ميس كومر أطلت بالفستان تشوفونه الأكمام كلها ريش، وهو ناس ما حبوا مكياجها ولا تسرح شعرها. آلاء حسين ونجلاء فهمي وست وفاء ثلاثتهم تنمروا عليهم بالسوشيال ميديا. أشرقت غانم حميد كذلك طلع كلش حلو كيوت، ما حد يعني انتقدها. دزدمونة وست أنعام الربيعي اثنيناتهم يعني ألوان مختلفة، وست أنعام الربيعي كلش حلو طالعة. ودزدمونة دائما تختار فساتين موديلها قديم. كل الناس يعني دائما تقول انه هي قديمة باختياراتها في فساتينها. هنا عندنا طلالتين كلش حلوات. وبعدها جوائز اللي حصلوها فنانين العراق: سيف الشريف ورويدة وسارة البحراني وأشتي حديد ورفل. وبعد من عندنا وإحسان دعدوش وعلي فاضل كأفضل مخرج، وغسان اسماعيل كأفضل فنان. أشتي حديد قلناها جمانة، وهواي من الفنانين الصاعدين والشباب وسارة أوس. وهواي قالوا انه رويدة شاهين ما تستحق انه تكون فنانة كأفضل فنانة. سارة البحراني ماخذت دور ثانوي أفضل فنانة فتستحق هي بمكانها. وهواي اكو أعمال عراقية انظلمت بتوزيع جوائز، خاصة آلاء حسين ما حصلت جائزة، وهي كانت يعني توب 1 كممثلة بهاي السنة. فرويدة قالوا انه اصلا ما عرفت تمثل فما تستحق انه تكون فنانة. طبعا احنا مستمرين انه ننزل لكم فيديوهات